مالك يا حبيبتي قاعدة زعلانة وحاطة ايدك على خدك؟ في ايه اللي جرى بالظبط؟ زعلانة من القلم اللي خدته النهاردة. قلم ايه يا اختي؟ كفالة الشر، مين ده اللي يقدر يديكي قلم؟ قدر يا اختي وعطاهوني بياع الخضار النهاردة. بياع الخضار؟ قلم ايه اللي عطاهولك بياع الخضار؟ احكيلي ايه اللي حصل. انتي عارفة طبعا يا حبيبتي ان انا عندي محل بقالة صغير كده تحت البيت قدام المدرسة. ايوه عارفة طبعا، كملي ايه اللي حصل. المهم بعد دخول عيال المدارس وعيالي كلهم راحوا المدرسة بتاعتهم ومفيش حد وانا واقفة في المحل، وقلت اما اشتري شوية خضار. ما عنديش طماطم، عايزة اعمل صلصة، فمعدي بتاع الطماطم بسأله طماطم بكام، بيقول لي كيلو وربع ب10. قعدت افاصل معاه، قال لي معايا شوية طيبين اهماتي ينفعوا في صلصة. قعدنا نفاصل لغاية ما وصلنا لسعر كويس فيهم. قلت له طيب ايه، هطلع اجيب جردل من فوق علشان احط فيه الطماطم، وسبت الدكان وطلعت وسايبه واحد قريبنا كده. قلت له خلي بالك، بس الظاهر هو ما سمعش. كملي وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين يا ستي نزلت حطيت الطماطم في الجردل اللي انا جايباه، وفتحت الدرج علشان اديله الفلوس. فببص كده تحت الدرج لقيت 5 جنيه مرميه، قلت بس يبقى الفلوس اتسرقت. ببص في الدرج ما لقيتش ولا تعريفه فيه. المهم قلت مين اللي سرق الفلوس؟ رد الراجل بتاع الخضار بيقول لي ايه ده، عيل صغير كده دخل خطفهم من الدرج ومشي. يا سلام، عيل صغير هيخش ياخد الفلوس من الدرج؟ يتجرأ لغاية ما يخش جوه الدكان وياخد الفلوس؟ طب هو ما مسكوش ليه ولا قال له انت بتعمل ايه؟ ما هو ده نفس الكلام اللي انا قلته له. قلت له لما انت في حد دلوقتي اخد الفلوس وبتقول طلع يجري، طب تنادي عليا، طب تمسك العيل ده لغايه انا منزل. قلت له لا مفيش حد. المهم قعدت اسال جيراني اللي حواليا، قالوا احنا ما شفناش عيال بتجري ومفيش حد، واساسا المنطقه ما كانش فيها حد خالص. فبقول له ما حدش اخد الفلوس غيرك انت. قعد بقى يزعق ويهلل ويعمل بوليكه. انا يا ست انا كبير، ده انا بصحى الصبح اشقى على لقمه عيشي، وان شاء الله اللي خدهم يجراله. قلت له ان شاء الله اللي خدهم يلحق يروح بيهم وحسبي الله ونعم الوكيل ومحدش اخدتهم غيرك. قعد يقول لي طب فتشيني، انا ما خدتش حاجه. انت غلطانة طبعا، كنت فتشتيه ولا كنت خدتي منه عداية طماطم لغاية ما يطلع الفلوس بتاعتك؟ يا ست انا مش عايزه مشاكل، اخد عدايه الطماطم وهنقعد نزعق ونهلل حسبي الله ونعم الوكيل فيه. المهم انا قعدت اقول له، قعد يقول لي فتشيني وطلع كيسه الفلوس، ما معيش فلوس. طبعا هو خباهم في اي مكان يعني. يا شيخة منه لله في كل اللي يستحل قرش الغلبان. والله ربنا يعلم بيا، ده انا عيانه وربنا يعلم بيا وصاحيه الصبح وواقفه، وهو جه اخدهم على الجاهز كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والله العظيم ما مسامحاه. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، ربنا يعوض عليك ان شاء الله، وبعدين ربنا يخلي لك عيال. انا قلت مش مشكله، فدا عيالي يمكن كان هيحصل حاجه كبيره، ما انا كنت عيانه، ما حدش عارف كنت هوصل لحد فين في العيا. يلا الحمد لله انها وصلت لحد كده. المهم ربنا يخلي لي عيالي، ودول فدا عيالي. بس تخلي بالك بقى المرة الجاية. ايوه ده درس ليا ان انا ما امنش لحد، وان انا اخلي بالي من حاجتي، ولو حتى لو هتحرك خطوه جنبي كده اقفل على الفلوس بتاعتي. وبرضو ايه، احب انبه الناس كلها ان احنا ما نامنش لاي حد، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ياخد قرش حرام. معلش يا حبيبتي ربنا يعوض عليك ان شاء الله بأكتر منهم واحسن منهم، وهو ربنا يجازيه. يلا الحمد لله على كده، وربنا عنده كتير.